السلام الإخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي يحمل العديد من أخبار النادي الإفريقي. قبل ما ندخل التفاصيل إخواني الكرام، إذا كنتم كتحبوا النادي الإفريقي فهذه القناة هي قناتكم، وبغيتكم تشجعونا بلايك وتعليق واشتراك. يلا نبداو على بركة الله. بناء على آخر المستجدات ديال 31 مارس و 1 أبريل 2026 كيبان بالواضح أن النادي الإفريقي دايز في واحد المرحلة اللي هي حاسمة ومشوقة بزاف. مرحلة فيها الضغط كبير، ولكن حتى الطموح كبر من أي وقت فات، سواء عند اللاعبين ولا الجماهير اللي معروفة بالوفاء ديالها اللامحدود. اول حاجه شدت الانتباه هي القرار الرسمي ديال حضور 25 الف متفرج في الماتش الجاي ضد مستقبل قابس نهار الاحد 5 ابريل 2026 في ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسة الرابطة المحترفة الأولى التونسية. هذا الخبر رجع الحماس بقوة وسط الجماهير الإفريقية، حيث كيتوقع يكون حضور ناري في التيران، وتتحول المدرجات لواحد اللوحة حمراء وبيضاء كتخلع أي خصم. هذا الماتش ماشي غير مقابلة عادية، بل كيتعتبر مفترق طرق في الموسم. الإفريقي خاصو يربح بأي طريقة باش يبقى في سباق اللقب، خصوصا بعد النتائج المتقلبة اللي دارها في شهر مارس. الجماهير دابا معبية وعندها ثقة في الفريق، والتذاكر اللي طرحات عبر الانترنت عرفت اقبال كبير، وهذا الشيء كيبين باللي الناس باغيه تكون حاضره بزاف وتدعم الفريق حتى لاخر دقيقه. ومن بين الحوايج الزوينه اللي عطات دفعه معنويه كبيره هي الرساله ديال الحارس الشاب سليم بوعسكر، لاعب روما، اللي عبر فيها على الدعم ديالو للنادي الافريقي. هذا النوع ديال الرسائل كيبين باللي الفريق عنده قيمه كبيره حتى عند اللاعبين اللي محترفين برا خارج تونس، وكيعطي طاقه ايجابيه للاعبين باش يقاتلوا اكثر. فنيا الفريق يخدم مزيان في هذه الفتره، حيت دار ماتش ودي نهار 29 مارس وربح فيه خضراء سبور ب 2-0. هذه المقابله كانت مهمه بزاف للمدرب باش يجرب بعض الخطط ويشوف الفورمه ديال اللاعبين، خصوصا وان البرنامج الجاي فيه ضغط كبير. اللي بان هو ان الفريق بدا كيرجع الانسجام ديالو سواء في الهجوم ولا في الدفاع. ومن الاخبار اللي فرحت الجماهير حتى هي نجاح العمليه الجراحيه ديال المدافع ياسين بوعبيد. هذا اللاعب كان غيابه مؤثر، ولكن دابا كاين امل يرجع ويعاون الفريق في الدفاع، خصوصا في هذه المرحله الحساسه. وبالنسبه للفروع اخرى في كره اليد، الفريق الافريقي باقي محافظ على الصداره ب 19 نقطه رغم العثره اللي كانت قدام الترجي الرياضي التونسي. ودابا عنده ماتش مهم ضد النادي ساقية الزيت في مرحله التتويج. هذا الفرع كيبان فيه النفس ديال الابطال، وعنده حظوظ كبيره باش يمشي بعيد. اما في كره السله فالامور ماشي مزيانه بزاف، حيث الفريق خسر ضد النجم الساحلي بنتيجه 103 مقابل 87. وهاد الهزيمه بينت باللي خاص الخدمه اكثر باش يتحسن الاداء ديال الفريق. الى رجعنا للشهر مارس نلقاو ان الفريق عاش تقلبات كبيره، بدايه قويه بربحيه كبيره 5-0 ضد النجم المتلوي، ومن بعد فوز مهم خارج الديار ضد اتحاد القردان. ولكن جات صدمه الاقصاء من كاس تونس قدام اتحاد المنستيري اللي خلات بزاف ديال التساؤلات. دابا كلشي مركز على الماتش مستقبل قادس اللي يقدر يكون نقطة تحول حقيقية في الموسم. اللاعبين خاصهم يكونوا في أحسن في المستوى، والجماهير غادي دير اللي عليها وأكثر باش الفريق يرجع للطريق الصحيح. باختصار النادي الافريقي دايز في واحد المرحله اللي فيها الضغط كبير، ولكن حتى الفرصه كبيره باش يكتب فصل جديد في التاريخ ديالو. واش يقدر يستغل هذا الدعم ويربح التحدي، ولا غادي تبقى النتائج متذبذبه؟ الجواب غادي يبان قريب، ولكن اللي مؤكد هو ان الحماس والتشويق غادي يكونوا في القمه. يا اخواني الكرام، عطيونا اقتراحاتكم في التعليقات، وما تنساوش معكم الاشتراك. والله يحفظ الله، مع السلامه.